لماذا يا ترى يعني منذ 2000، ما أريد أقول من 2014 قضية المغيبين، لا هي قبل، احنا عندنا مغيبين يمكن ما بعد 2005 2006 طائفية، لكن إذا نتجاوزها بتسوية سياسية معينة صارت للأسف بدون حساب وكتاب ما بعد 2014 حتى هذه اللحظة، وبكل الحكومات المتعاقبة، لماذا لم تجرؤ أي حكومة من هذه الحكومات على فتح ملف المغيبين ومعرفة مصير هؤلاء المفقودين اللي بالموصل 700، بديالة 33 مقبرة بسبب داعش، بصلاح الدين أكثر من 4000، بعموم محافظات العراق آلاف عشرات الآلاف يوصلون. لماذا لم تجرؤ الحكومات المتعاقبة على فتح هذا الملف بكل جدية برأيك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لقناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. حقيقة هذا الملف من الملفات المعقدة، من الملفات اللي بجنبة إنسانية كبيرة. يعني من 2003 ليومنا هذا مر العراق بمراحل عديدة، مرحلة القاعدة ومرحلة داعش ومرحلة داعش اللي احتل المحافظات الغربية. هذا الملف اليوم أنا في اعتقادي أصبح هو تجارة. لاحظنا في كل الدورات الانتخابية يستخدم هذا الملف للترويج الانتخابي لأهالي المحافظات المغيبة، ويوعدون هؤلاء أهالي المغيبين بأن سيستطيعون أن يواجهوا السلطة القضائية في يصبح ملاحقة هؤلاء. بالضبط، جميل. قبل أن يصبح ملف للتجارة مثل ما تفضلت جنابك، أنا أسأل الموقف الحكومي، الموقف الرسمي قبل لا يتحول إلى تجارة. يروح صاحب عائلة مفقودين 5 6 7 ويروح على الحكومة، يروح على الداخلية، يروح على المؤسسات الرقابية العدلية ويسألهم يا جماعة أبنائي وين؟ اختطفوا في تاريخ كذا وكذا ولم يعودوا إلى منازلهم. الحكومة ما تفتح الملف نهائيا، يعني تسجل ليش؟ الموقف الحكومي ليش؟ يعني اسمح لي كل رئيس وزراء يأتي إلى رئاسة الوزراء هو يتعهد بمناقشة هذا الملف. زين. لكن عندما تصل إلى الجدية وإلى الحقيقة يتنصل عن هذا الوعود التي وعدها. حقيقة اليوم هناك أكو قوة تعمل خارج إدارة وسيطرة الدولة. يعني حتى رئيس وزراء هي أعلى سلطة وقوة من قوة رئيس الوزراء. ولذلك عندما ننظر إلى هذا الملف معقد حقيقة، ملف يعمل به جهات عديدة ومتشعب من جميع الجهات. يعني اليوم لدينا كثير من المغيبين وأصبحنا بلاد المغيبين في العراق. هذا بلد السلام يسمى بلاد المغيبين، وهناك إحصاءات يعني كبيرة جدا ظهرت لنا من الصليب الأحمر، من الأمم المتحدة، وهناك يعني نسب كبيرة ما يقارب الآن ب 250,000 وأكثر وصلت. وهذا هنا أهم سؤال أيضا أستاذ محسن، متضاربة يعني. بالضبط.